خلينا نروح للتليفون. تلاقي موبايلك بيرن، ترد تلاقي حد بيكلمك بصوت واثق جدا من نفسه. الو، انا من البنك، في عمليه سحب مشبوهه حصلت في حسابك، من فضلك ممكن بس تبعت لي الكود اللي جالك دلوقتي عشان اوقفها. انت طبعا في اللحظه دي خايف، انت في عمليه سحب حصلت، فهتديله الكود وهتفتكر انك بكده بتحمي نفسك، لكن في الحقيقه انت سلمت حسابك كله للهاكر، وده اللي اسمه الفيشنج مش الفيشنج. وعشان تعرف ان الموضوع مش هزار، الهجوم الشهير اللي حصل على تويتر سنة 2020 حصل بالطريقة دي على فكرة، وضحكوا عليهم بالتليفون زي ما انت لسه شايف دلوقتي، وفي الآخر سيطروا على حسابات ناس كبيرة ومشاهير زي ايلون ماسك واوباما وغيرهم. جي بقى للاس ام اس او السماشنج، ودي عارف انت الرسالة الصغيرة اللي بتيجي تقول لك مبروك انت كسبت معانا ايفون برو ماكس، ايا كان الايفون هو ايه بقى، انت كسبت معانا خلاص. ودي بقى بتيجي ازاي؟ انت عارف الرسالة اللي بتجي لك تقول لك مبروك كسبت معانا ايفون 11 برو ماكس والحاجات اللي شبه كده؟ انت بس هتدفع رسوم بسيطة جدا عشان تستلم من البريد، انت تفرح بقى وتدوس وتلاقي فلوسك كلها بتتسحب، او جهازك اتزرع فيه برنامج تجسس. وعلى فكره حصلت فعلا في بريطانيا سنه 2021، حصلت كارثه بالظبط. الاف الناس استقبلوا اس ام اس باسم رويال ميل وخسروا فلوسهم كلها تقريبا. طب هنروح بعيد ليه؟ طب ما عندنا هنا في مصر ناس كتيره قوي بيجي لها رسائل مبروك كسبت جايزه من فودافون، اضغط بس هنا وتضغط هنا وعينك ما تشوف الا النور يا عم. وطبعا اي حد صدق اتسرق منه كل بياناته، اصل انت هتكسب هديه ليه يعني؟ مش فاهم. انتوا شايفين بقى ان الهاكر مش بيكسر الابواب، لا الهاكر بيخليك انت تفتحها بنفسك، وده اخطر نوع من الاختراق، انك تسلم كل حاجه بايدك. لكن ما تقلقش، في الفيديو الكامل احكي لك قصص واقعيه حصلت فعلا غير دي واخطر من دي كمان، وهقول لك ازاي تحمي نفسك. وما تنساش تتفرج على الفيديو الكامل على يوتيوب. سلام.